يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده روتين جديد وزي ما انتم شايفين كده، اول ما عملت كشري مصري. طبعا احنا بنعمله الحله الواحده زي ما انتم متعودين معايا عليه. وزي ما انتم شايفين اختصار الوقت لاني كنت صاحيه فعلا متاخر، وكان ما لحقتش اعمل اكل يعني، فقلت اسرع اكله اعملها الكشري المصري لان كان عمرو ابني طالبها بقاله فتره طويله. وعملته معاكم قبل كده يعني فيديوهات منفصله عشان اللي حابب يرجع للوصفه يعني يلاقيها. عملت طبعًا الصلصة بتاعته، وهاعمل هنا الدقة بتاعته، والحمد لله كان أكلة جميلة وزي الفل. عايزة أقول لكم يعني لمّا تكونوا صاحية متأخر والله سريع جدًا، بحيث إن أنتِ تكوني مفرّزة الصلصة قبلها يعني، فهتوفّر عليكِ وقت يعني ومجهود وكده. زي ما أنتم شايفين كده، أنا ما باعملش تقلية البصل اللي بتتحط في الآخر، لإن ما كانش عندي زيت كتير أوي إن هو يحمّر بصل وحاجات من ديًّا، فاهمينّي؟ والبصل زي ما أنتم عارفين غالي يعني الواحد دلوقتي قاعد بيجيب بالكام حبّاية يعني وكده. زي ما أنتم شايفين برضه كان عندي كبد وقوانص، بدأت إن أنا زي ما أنتم شايفين كده أشوّحها، وأعملها كده ببصلة، أقطّع بصلة وفلفلاية حمرا كده عليها، وسِبتها بقى إنها تتشرب لحد ما تنشف خالص. أنا عايزاها كإنها متحمّرة فتنشف وتشرب مَيّتها وتتحمّر خالص. زي ما أنتم شايفين كده غرفت كل طبق لوحده كده، زي ما أنتم شايفين أنضف وأحلى من المحلات والله العظيم يا بنات، نضيف جدًا، جدًا، وما بياخدش معاكِ أي وقت خالص. أنا بصراحة باحب اللي كل حاجة بتتسلق لوحدها، باحس إن هو أحلى طبعًا وفي اللون أحلى، بس طبعًا ده اختصار يعني إيه، اختصار الوقت كده معاكِ، وبيكون طعم برضه جميل وزي الفل. وهنا بقى زي ما أنتم شايفين هنا الدقة عاملاها كده زي ما أنتم شايفين، وهنا الكبدة بقى والكبد والقوانص والحاجات دي، عايزة أقول لكم أكلة زي الفل، ولادي بيحبوها جدًا، وعملنا العصير عصير أناناس اللي هو فروتي اللي هو بييجي جاهز ده، وخلاص كده الأكل بتاعنا الحمد لله وكان زي الفل. تعالوا هنا بقى كان جانا وروان كانوا جايين بقى إيه، كانوا بيجيبوا شوية إكسسوارات. ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد، والنهارده باذن الله كده انا خارجه رايحه مشوار كده عند اختي اشوفها باذن الله كده، ومعايا الولاد. عايزه اقول لكم الفيديو اللي فات لما كنت لابسه العبايه، وبقول لكم العبايه دي خليجي وجايه من الخليج، ومن حبيبه قلب علياء كانت جايبه لي كده مع شويه هدايا كده للولاد ولاخواتي. عايزه اقول لكم كتير قال لي ايه انتوا ما بتشكرش الا في عبايه الخليج وما اعرفش ايه. كنت قلت لكم ان هي جايه من الامارات. ايه رايكم في عبايه النهارده؟ العبايه دي اصلا جايه من الكويت كانت جايه لي من هدى حبيبه قلبي، هي لونها رمادي كده. هدى كانت عارفه ان انا بحب اللون الاسود والرمادي والابيض. اللي هي ربنا يبارك لها ويرزقها يا رب بالزوج الصالح. عايزه اقول لكم هي عبيان الخليج كلها مفتوحه، بس انا طبعا لابسه تحتها ايه، بنطلون كده وقافله هنا بدبوس، لان هي ليها كبسوله واحده بس هنا، وهي عبايه مفتوحه. هي عبايه مفتوحه هنا، بس مش عايزه بقى ايه عشان لابسه تحتها بنطلون. عايزه اقول لكم انا هنا بقى ما بمشي مش بتبان ان هي خالص مفتوحه، فانا هسيب دي مفتوحه مش هقفلها عايزه اقول لكم شكلها شيك وجميله قوي قوي، سايباها للمناسبات. انا مش عارفه في بين الكويت او البلاد اللي هي الخليج يعني بيقولوا على حاجه ما يكون انت لابسه كده وشيك بيقولوا عليها كشخه، او لابسه كشخه يعني، او مش عارفه بيسموها ايه يعني. انت لابسه حلو ولابسه حلو كده مش عارفه يعني طريقتهم حلوه قوي. عايزه اقول لكم انا مبسوطه قوي. انا في رمضان ربنا يهديني يا رب، ربنا يهديني ويثبتني ان انا البس عبيان دايما يا رب، اللهم امين. كل ما بوزني بينقص وبيخف العبيان بتكون عليا احلى. كان الاول العبيان بتكبر سني، وكان الناس بيجرحوني بالكلام يقولوا لي يا حاجه وما اعرفش ايه، فعشان كده انا اتجهت للبناطيل. فربنا يهديني يا رب يا رب، اللهم امين يهديني والبس دايما فساتين ودريسات، لان انا بصراحه من الناس اللي نفسي قوي البس فساتين، بس الفساتين كانت بتعملي دايما بطن وارداف وكده يعني. فالحمد لله. عايزه اقول لكم شوف الجنه سلام عليها، انت جايه حكمني في المرايه. احنا بنصور بالكاميرا اللي ورا، بس جنى جايه اهي. جنى كمان جايه من صلاه التراويح، كانت بتصلي التراويح مع روان، فهم جايين دلوقتي. اخويا وانا هنروح عند اختي ان شاء الله، نشوف هي عامله لنا ايه حلو كده. ونروح بقى نقعد نسهر معاها شويه وناخد العيال معانا. عايزه اقول لكم شوفوا هدى برضو كانت جايبه لي بتاع سليبر او شبشب يعني زي ما بنسمي بالمصري يمشي معاها. فانا هلبس الشبشب النهارده وكاني كويتيه كويتية كو... كويتية كويتيه كويتية. كويتيه. اه وانا اصلا كويتيه في نفسي ومش عارفه الناس اللي بتتضايق. شوفوا انتوا عايزين اكتر من كده ايه. انا اصلا الناس اللي بتتضايق بقول لهم دي عبايه كذا، دي جايبها لي كذا، دي جايبه لي كذا. مش عارفه انتوا زعلانين ليه. هو لازم ما انكرش فضل حد عليا يا جماعه؟ يعني مثلا حد جايب لي حاجه، ده كذا جايبها لي، ده كذا جايبها لي. امال اطلع اقول لكم انا لابسه وماشيه؟ لازم كل ما البس حاجه ادعي للي جايبها لي كده. هو بحب يعني ايه ابين نعمه ربنا عليا، واما بنعمه ربك فحدث. وما حد بيجيب لي حاجه بحب ان انا اشكره، وافضل دايما ايه اقول لكم مين جايب لي دي ومين عامل لي دي كده يعني. والله ما في دماغي
دماغي اي حاجه. بس انا الحمد لله الاعمال بنيات، وانا نيتي الحمد لله كويسه جدا، لدرجه ان لسه حصل موقف صغير قد كده. سبحان الله، جبر الخواطر على الله. ربنا يجبر كل خاطر اي حد يا رب، بيفرح حد. سبحان الله، انا نيتي كانت صافيه من حاجه بعملها، يوم ربنا يجبر بخاطري بحاجه تانية قصادها. الحمد لله نيتي سليمه وماشيه بنيتي، وربنا ان شاء الله بيرضيني. يلا يا جنى، جنى ان شاء الله اما تيجي يا بنات هتنضف الشقه، الاوضه بتاعتها هي مغيره للملايه دي امبارح، بس هي لسه ما كملتش تنظيف الاوضه لانها فطرت على طول وراحت تصلي التراويح. بس كده، وتعالوا نطلع. طبعا في شويه هدوم كنت لماها من على الحبل اهي. ما تدخلي يا روان، روان تعالي ادخلي، مش هصورك ما تقلقيش. روان ما بتحبش التصوير يا بنات، فخلاص احنا هننزل بقى. عايزه اقول لكم على قد ما شقتي كانت متبهدله بصراحه، بس قلت لا احنا كده كده ما بنبطلش شغل، فاروح اقصر اقعد مع اخواتي شويه، وطبعا هتكون احلى من التنظيف واحلى من يا الكلام ده. سلام يا سلام يا سلام على الشبشب بتاعي اللي بيلمع بيلمع بيلمع. هي كانت جايبه لي بصراحه يا بنات واحد لونه بينك، كانت جايبه لي واحد بينك، بس البينك طلع صغير عليا، فانا بدلت انا واختي. انا خدت انا الذهبي، واختي خدت البينك، عشان انا كانت رجلي، مع ان انا واختي بنلبس زي بعض، بس مش عارفه كان صغير عليا يعني وكده. المهم يا بنات انا هاخد الشنطه دي عشان هديها لاخويا بالمره. يا سلام. يلا يا كشكول. طبعا يا بنتي. المنظر تحفه تحفه تحفه. عادي يا جنى الكشاف بتاعك ده شو يا بنات؟ الجديرة الله جميل ما شاء الله، والله سوي مزينينه حلو. حباني الجوامع المتزينه قوي، بيوت ربنا. يا رب يفرج كل هم كل مسلم يا رب، اللهم امين. يفرح قلب كل الناس يا رب. كنزي كنزي وهنا بقى يا بنات زي ما انتم شايفين، بعد ما قعدت بقى مع اخويا وقعدت عند اختي، طبعا شقتها كمان كانت يعني برضك مش نظيفه برضو زينا كده. كل البيوت اصلا بعد الفطار عايزه اقول لكم بتشقلب حالها، مش عارفه ايه اللي بيجرى لها. فبرضك جنى قامت كده هي وروان ونضفوا لها الشقه وغسلوا لها المواعين، وانا قعدت هنا مع اخويا. جبنا اختي عارفه ان انا بموت في حاجه اسمها فطره، انا بحب الفطره جدا 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 صراحه. بس احب اللي هي الفطره اللي هي السمراء، اللي بحس ان هي بتتاكل عامله زي النوجة او المداغة او اللبان، يعني بتبقى حلوة كده. هي بتبقى بصراحة غالية شوية بس بتبقى جميلة قوي. فالمهم ان انا هنا الفانوس اختي حطاه كده فلفت نظري جميل. وهنا بقى اختي بقى كانت بصراحة جاية تعبانة برضو، لان بصراحة هي يعني بتشتغل في بيتها فبتتعب، فيعني بتسيب برضو بيتها وكده فبتنظف. يعني بصراحة شغل البيت أصلا ما بيبطلش. أنا كده، أنا أصلا سبحان الله ولادي برضو تحس إن هما كل واحد في ملكوت لوحده، ولا شقتي بتتبهدل لوحدها. فهنا قامت جنى بقى عملتها ونضفت الدنيا، وانا قعدت مع اخويا واختي وقعدنا نتكلم وعملنا نسكافيه وبرتقان وفطره. الواحد بصراحه كان ماشي من عندها مش قادره اقول لكم القعده بتحلى من اي حاجه في الدنيا بصراحه. وقعدت اخونا كده في وسطنا بالدنيا كلها. روحت انا بقى عملت الولاد سحور من اللي هم اتغدوا، من اللي هم فطروا بيه، ونيمتهم بقى. وطبعا زي ما انتم شايفين الجو هادي، كنت بنشر شويه هدوم كده. بحب انشر قبل ما انام بحيث ان هو ابقى الم الهدوم يعني قبل الفطار كده. وطبعا ده كان روتين النهارده، حبيت ان انا اشارككم بالروتين البسيط ده. اشوفك على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه